تبدأ الحلقة والأنفاس محبوسة في مسطر العمال، حيث تهاوى الخال فاضل صريعاً وهو يمسك بموضع قلبه، والألم يعصر تقاسيم وجهه. سادت حالة من الذعر والهرج في الحارة، لكن فريدة لم تركن للعجز، بل هرعت بقلب يملأه الخوف يرافقها كريم لنقل الخال إلى المشفى في سباق مع الزمن. داخل أروقة المشفى والتوتر يخيم على المكان، خرج الطبيب ليحمل خبراً غير متوقع. لقد كشفت الفحوصات أن الخال فاضل يعاني من فتحة في القلب منذ الولادة، ومع كدح السنين وتقدم العمر لم يعد القلب يحتمل هذا الجهد، فكانت تلك الأزمة نتاجاً لعوار قديم. سألت فريدة بصوت متهدج: وما السبيل للنجاة يا دكتور؟ أجاب الطبيب بضرورة إجراء فحوصات دقيقة وبدأ رحلة علاجية لاستعادة استقرار الحالة. تحدث الخال بمرارة وانكسار: يا دكتور، نحن أناس بسطاء لا نملك مالا لمثل هذه المحن. وهنا تجلت رسالة المسلسل التي تعود بنا إلى زمن العراق الجميل، حيث ابتسم الطبيب بطمأنينة قائلا: لا تحمل هماً، فعلاج الأمراض المزمنة في مشافينا مجاني تماماً. كانت تلك الكلمات برداً وسلاماً على قلب فريدة، ورسالة مبطنة لمشاهد تذكره بعظمة المؤسسات الخدمية في ذلك الزمن، حيث كانت كرامة الإنسان وصحته أغلى من المال. انتقلت الأحداث إلى بيت أبو محمد الذي زف لعائلته خبر الانتقال إلى المسكن الجديد. بدأت مرحلة جديدة تلوح في الأفق، تتسم بالأمل المشوب بالحذر. وعلى الجبهة الأخرى كانت أسرة فريدة وفاضل تواصل كفاحها. كريم يسعى في الأسواق ليعيل والديه، وفريدة لا تكل من الوقوف أمام فرن الخبز لتعين زوجها، بينما استعاد الخال فاضل جزءاً من عافيته ليعمل في مقهى يقدم الشاي لمرتديه، لتسير عجلة الحياة بهم نحو الاستقرار المادي النسبي. في لحظة صفاء داخل منزلهم المتواضع، التفت الخال فاضل لزوجته فريدة، وبنبرة تملأها المروءة والغيرة المحمودة قال لفريدة: يا فريدة، الرزق الآن ميسور، وأنا أحصل على أجر أسبوعي كاف. لا أريدك بعد اليوم أن تذلي نفسك بالخدمة في بيوت الناس. كادت فريدة أن تطير فرحاً، ليس هروباً من العمل، بل تقديراً لشعور زوجها الذي أراد لها أن تكون معززة مكرمة في بيتها. وافقت فريدة على مضض المحب، مكتفية بمشروعها الصغير في خبز التنور، لتشعر لأول مرة منذ سنوات بطعم الراحة والسيادة داخل مملكتها الصغيرة. في بيت أبو محمد الجديد، طلبت الأم من حمدية الخروج لإحضار الصمون من الفرن المجاور. تظاهرت حمدية بالارتباك والجهل بالطرقات، خوفاً من أن تنكشف ملامحها في هذه المنطقة القريبة من معارفها القدامى، لكن أم محمد أصرت على خروجها لكسر عزلتها. خرجت حمدية يرافقها محمد ابن أبو محمد ليدلها على الطريق. كانت تحاول جاهدة تغطية وجهها بطرف عباءتها كلما مرت بمقربة من أزقة قديمة تعرفها. لاحظ محمد هذا التوجس فمازحها قائلا: ما بالك تتخفين هكذا؟ من يراك يظن أنني أسير مع لصة هربت من العدالة. ضحكت حمدية بتوتر وكشفت عن وجهها قليلا، لكن القلق كان ينهش قلبها، فكل خطوة خارج البيت هي مغامرة قد تطيح بكل الأكاذيب التي نسجتها حول هويتها وحياتها. أصبح الذهاب اليومي للفرن روتيناً لحمدية. هناك التقت بصاحب الفرن، رجل مصري يستقبل زبائنه بكلمات منمقة ولهجة مصرية محببة. ناداها تحت أمرك يا هانم، فوقعت الكلمة في أذنيها وقع السحر. ضحكت في سرها قائلة: لقد عشت يا حمدية وصرت هانم كما في المسلسلات. تطورت العلاقة تدريجياً، وبدأ الفران يخصها بمعاملة تفضيلية، فيمنحها 5 صمونات إضافية فوق البيعة، ويداعبها بكلماته المعسولة: إزيك يا قشطة، عاملة إيه؟ في إحدى المرات حاول أن يلمس يدها وهي تتناول الصمون، فانتفضت حمدية بضيق وابتعدت، لكنها عندما عادت إلى المنزل بدأت تقارن في خيالها بين وسامة هذا الغريب وسعد الغائب. لقد بدأ قلب حمدية المتذبذب يميل نحو غواية جديدة، متناسياً أن كل غواية يسبقها مصيبة. بينما كانت حمدية تغرق في أوهامها، كان كريم يبدأ فصلاً جديداً من الكدح الشريف. وجد عملاً في متجر لبيع الملابس، وهناك التقى بسارة ابنة صاحبة المتجر. كانت سارة فتاة رقيقة استقبلته بابتسامة جعلت قلبه الصغير يخفق لأول مرة.
أثنت صاحبة المتجر على نشاط كريم وترتيبه للمكان، ووعدته بأن تعلمه أصول البيع ليكون بائعاً أساسياً بجانبها. أحس كريم أن الدنيا بدأت تفتح له أبوابها، وأن تضحياته في ترك الدراسة قد تعوضه بصحبة سارة والرزق الحلال. فكانت نظراته المتبادلة مع سارة تنبئ بولادة قصة حب بريئة وسط غبار الرفوف وصخب السوق. لم تكتفي حمدية بكلمات الإعجاب من الفران المصري، بل استدرجها ببراعة حين سألها عن اسمها فنادته بحمدية، ليجيبها بضحكة: عاشت الأسامي يا ست حمامة، تعالي غدا في وقت مبكر قبل الزحام، لدي ما أخبرك به. تملك الفضول والغرور قلبها، وبدأت تخيك في مخيلتها أحلاما وردية: ربما يحبني حقا، ربما يتزوجني ويأخذني إلى مصر لأصبح سيدة بيت بدلا من هذه الخدمة. في فجر اليوم التالي والكل غارق في سباته داخل بيت أبو محمد، قامت حمدية بتجهيز نفسها وتكحل عينيها، وحملت طفلتها الصغيرة وتسللت من الباب كاللصوص. توجهت إلى الفرن والظلام لا يزال يلف الأركان. كان الفران بانتظارها، وبمجرد رؤيتها طلب من صاحبه المغادرة وفتح لها الباب قائلاً: تفضلي يا ست البنات. دخلت حمدية بقلب يرتجف وخطوات مترددة إلى داخل الفرن، وما إن وطأت قدماها المكان حتى امتدت يد الفران لتغلق الباب خلفها وتقفله بالمفتاح. تسمرت حمدية في مكانها وهي تسمع طقة القفل، وشعرت برهبة مفاجئة وصمت مريب خيم على المكان. تنتهي الحلقة 21 على هذا المشهد الصادم الذي يحبس الأنفاس: حمدية حبيسة في الفرن مع رجل غريب في جنح الفجر، فهل وقعت في فخ من صنع يدها؟ وما هو الثمن الذي ستدفعه نتيجة هذا التهور؟ وهل ستكون هذه هي الفضيحة التي تنهي وجودها في بيت أبو محمد؟